الخطوة اللي بتخاف تاخدها هي اللي هتغيرك. عمرك حسيت إن في باب قدامك، هو باب مش مقفول، لكنك مش قادر تمد إيدك وتفتحه؟ مش لأنك ضعيف، لأ، لكن لأنك خايف. أنا مريم يسري، وده بودكاست صالح نفسك، مساحة بنقف فيها مع نفسنا بعيدا عن دوشة الحياة، ونسمع صوت القلب والعقل مع بعض. هنا هنتكلم عن قصص ومواقف وتأملات تلمس روحك وتفتح لك الطريق للتصالح مع نفسك ومع الدنيا. الخوف شعور طبيعي احنا اتولدنا بيه، بيحمينا من الخطر، لكن احيانا نفس الخوف اللي بيحمينا بيكون هو السجن اللي بيحبسنا. كارل يونغ عالم النفس الشهير قال: حيث يوجد خوفك هنا تكمن مهمتك. الجملة دي عميقة جدا، لأنها بتقولك ببساطة لو في حاجة مرعبة بالنسبة لك غالبا هي اللي هتعلمك أكتر عن نفسك. لكن ليه بنخاف؟ علم النفس بيقول إن الخوف بيجي من 3 حاجات: الخوف من الفشل، والخوف من الرفض، والخوف من المجهول. تخيل طالب طول حياته بيحلم يدرس بره، لكن قبل ما يقدم يبدأ يقول لنفسه: طيب لو ما اتقبلتش، ولو بعدت عن أهلي؟ فيبقى مكانه سنين تعدي وهو لسه بيحلم، لكن للأسف الحلم مات وهو صاحي. خليني أقول لك حاجة، إلينور روزفلت قالت: افعل كل يوم شيئا تخاف أن تفعله. ليه؟ لأن كل مرة بتكسر فيها حاجز خوف صغير بتقوي عضلة الشجاعة جواك. والموضوع مش بس مع القرارات المصيرية، أحيانا الخوف بيكون في حاجات بسيطة جدا، يعني تتكلم بصراحة مع شخص، تبدأ مشروع صغير، تقول لأ لأول مرة. علي ده موظف عادي طول عمره بيكتب أفكار لمشاريع، لكنه دايما بيقول لنفسه: أنا لسه مش جاهز. يوم ما قرر يبدأ وهو لسه خايف، اكتشف إن النجاح مش إنك تكون مستعد 100%، النجاح إنك تبدأ وتتعلم في الطريق. النهاردة شركته الصغيرة بتكبر كل شهر. نيلسون مانديلا قال: الشجاعة ليست غياب الخوف، بل الانتصار عليه. مانديلا خرج من السجن بعد 27 سنة، وأول خطوة أخدها كانت مواجهة أعدائه، ودي كانت أصعب وأشجع خطوة في حياته. الخوف مش هيمشي، لكنك هتتغير. كل خطوة بتاخدها ناحية خوفك بتخليك أكبر وأقوى وأوعى. ويليام جيمس قال: اعمل كما لو أن ما تفعله يحدث فرقا، لأنه بالفعل كذلك. اسمعني كويس، الخطوة اللي بتخاف تاخدها هي الخطوة اللي هتحطك في مكان جديد تماما. ممكن تكون بداية شغل، بداية حب، بداية رحلة، أو حتى بداية حياة جديدة. وممكن ما تكونش سهلة، لكن ولا حاجة عظيمة في الحياة كانت سهلة. فاسأل نفسك دلوقتي: ايه الخطوة اللي بتهرب منها؟ ايه الحاجة اللي كل ما تيجي في بالك قلبك يدق أسرع؟ يمكن هي دي الباب اللي لو فتحته عمرك مش هيكون زي قبل كده. قوم حتى لو رجلك بترتعش، اتحرك حتى لو دماغك مليانة أسئلة، لأن اللحظة اللي هتواجه فيها خوفك هي نفس اللحظة اللي حياتك هتبدأ تتغير فيها. لكن في النهاية عايزك تفتكر إن الخوف مش نهاية الطريق، الخوف بداية باب جديد، وأعظم باب هو باب التوكل على الله. لما قلبك يرتجف وتقول: حسبي الله ونعم الوكيل، وتتحرك رغم كل حاجة. ربنا سبحانه وتعالى قال: فإذا عزمت فتوكل على الله. الآية دي مش بس أمر، دي وعد إنك لما تاخد القرار وتتوكل ربنا هيكون معاك في كل خطوة. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن الشجاعة الحقيقية هي الثبات وقت الخوف، لما قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فالموضوع مش بس قوة شخصية، ده إيمان وثقة في إن رب العالمين ماسك زمام أمرك. اسأل نفسك دلوقتي: إيه الخطوة اللي بتخاف تاخدها؟ يمكن هي بداية شغل، أو بداية حياة، أو حتى بداية رجوع لربك. أيا كانت خليك واثق إنك مش لوحدك. قوم وتوكل على الله، اتحرك واستعن بالله، ولما تعدي هتبص وراك وتبتسم وتقول: الخوف ما كانش بيوقفني، الخوف كان بيعلمني. وبكده تكون حلقة النهاردة من بودكاست صالح نفسك خلصت. لو عجبتك الفكرة شاركها مع حد محتاج يسمعها، واستناني في حلقة جديدة قريب، وخليك دايما صالح مع نفسك قبل أي حد.